تتوقع لازم تروح على الجيم لتعمل جسم قوي؟ خليك معي 10 دقايق بس ورح ورجيك كيف فيك تغير جسمك وانت ببيتك من غير اي ادوات. انا كنت مثلك بالضبط، كل يوم اقول بدي بلش رياضة، بس يا تعبان يا ما عندي وقت يا الجو مو مساعد. بس يوم من الايام طلعت على المراية وقلت خلص اليوم البداية، وبهاللحظة قررت بلش من الصفر بالبيت. وبالمناسبة إذا بدك جدول تدريب خاص عم درب اونلاين على الانستا، الرابط تحت الفيديو واول تعليق مثبت. اول تمرين رح يفجر لك الصدر والترايسبس والكتف الامامي، تمرين الضغط. العب معي 30 ثانية متواصلة بدون راحة، بعدها ارتاح 30 ثانية كمان. كرر التمرين 3 مرات. التمرين الثاني رح يفجر لك عضلات الظهر والبايسبس، تمرين التجديف. العب بوزن خفيف إذا موجود عندك أو قنينة مي، كلهم بنفس المبدأ. العب 20 ثانية بدون راحة، بعدين ارتاح 20 ثانية، وكرره 3 مرات. لازم تركز على شد عضلة الظهر بالتمرين. التمرين الثالث رح نركز على الأكتاف كاملة، تمرين الرفرفة. العب 20 ثانية بعدين ارتاح 20 ثانية، وكرره 3 مرات. أما التمرين الرابع يلي رح يفجر لك عضلات الأرجل ويزيد التستوستيرون عندك، تمرين السكوات. العب 3 مجموعات، كل مجموعة 20 ثانية. والتمرين الخامس لتشد عضلات البطن العلوية، تمرين الطحن. العب 20 ثانية وارتاح، وارجع كرر 3 مرات. أما التمرين السادس والأخير للتخلص من الكرش وتحرق دهون البطن تبرز عضلات المعدة السفلية، تمرين رفع الأرجل. العب 3 مجموعات، كل مجموعة 30 ثانية. العب هاي التمارين كل يوم، ما بتاخد منك أكتر من 10 دقايق، ورح تشوف الفرق بعينك بعد 15 يوم بس. أول أسبوع كان جحيم، بس بعد أسبوعين بلشت تشوف الفرق بعيني. الكتاف صارت أقوى، النفس صار أطول، وصرت فعلا حس حالي أقوى كل يوم. وإذا عم تشوف هالفيديو فهاد مو صدفة أبدا، يمكن صار الوقت تبدأ كمان. وإذا بدك جدول خاص فيك ولجسمك ونظام أكلك، فريقنا عم يدرب أونلاين على الإنستا. فوت على الرابط تحت وخلينا نبلش مع بعض التحدي. لا تنسى تعمل اشتراك للقناة، لأنه الأسبوع الجاي في تمرين جديد رح يغير كل شي. إذا شفت إنه الفيديو فادك أو لا، حط لي إيموجي بالتعليقات يدل على رضاك للفيديو، وأرسل الفيديو لصديقك خليه يبدأ تحدي 15 يوم معك. كل يوم رح تتأخر فيه هو يوم بتأجل فيه حلمك. يلا قوم بلش معي من أول الفيديو، وشوف الفيديوهات اللي ظهرت قدامك على الشاشة حتى تعرف أكثر عن الرياضة بشروحات واقعية تغير جسمك كامل، سواء كنت تلعب حديد بالنادي أو بالبيت.